على الانيشال اسسمنت بتاع التروما. هي حاجه طبعا لها علاقه بالكورس بتاع الاي تي لاس. الكلام اللي انا هقوله مش موجود في الكورس ذات نفسه. الكلام اللي انا بقوله هو ناتج عن خبرة في التدريس بتاع الكورس فترة طويلة، وشغلي كتروما فيلو في مستشفيات مختلفة في مصر وفي لندن وفي مانشستر وفي أماكن مختلفة يعني. والتدريس ATLS في مصر برضو وليبيا وبريطانيا. فدي حاجة من الحاجات التركات اللي الواحد بيديها للناس وهو بيدرس الكورس، او الحاجات اللي بياخد باله منها وهو بيتعامل مع تروما بيشنت. تمام. الكلام اللي انا هقوله مش هيغني عن الكورس ابدا ابدا ابدا. مش بقول كل النقاط المهمة جدا في الاي تي ال اس، لان في نقاط تانية مهمة جدا في الاي تي ال اس، بس انا شايف ان هي بتركز عليها في الكورس فمش هتكلم عليها. الكلام ده برضو هينفع لحد بيدرس الكورس، يعني الكلام ده لو حد بيدرس الكورس هنقول تريكات وحاجات معينة هتفيد الناس اللي هو بيدرس لهم ان شاء الله. في اول برزنتيشن انا هحاول اخلي الفيديوهات قصيره جدا وسريعه وتو ذا بوينت. النهارده هتكلم على الانيشال اسسمنت اوف تروما، يعني بنعمل ايه مع العيان في الرصاص، ماشي، او عيان التروما بيتعمل له ايه انيشالي. وبعد كده في البرايمري سيرفي هتكلم ايه هي الاي بي سي دي اي، وليه اي بي سي دي اي، وازاي من وجهة نظري انا نعمل اي بي سي دي اي، او الكونسبت بتاعها هيتعمل ازاي، بتحتوي على ايه، بفكر في ايه. مش الخطوات اللي موجودة في كتاب الاي تي لاس اللي هو بعمل 1 2 3 4، لا، حاجة تانية. الانيشال اسسمنت زي اي حد هياخد الاي تي لاس هيبقى عارف ان الانيشال اسسمنت عبارة عن حوالي 3 خطوات. اول خطوة preparation، ماشي، برايمري سيرفي اللي هي دي اللي بتتعمل في الرصاص، ماشي، اللي هو الاي بي سي دي اي زي ما هنتكلم عليها. وري ايفالويشن، لازم كلمه ري ايفالويشن كلمه كي قوي في كورس الاي تي ال اس. وفي الحقيقه يعني لما بتعمل مع عيان تروما كل شويه تري ايفالويت بعد ما بتعمل اي انترفنشن، او لما بيحصل اي ديتيوريشن او تغير في حاله العيان، او ما بتتنقل من خطوه للتانيه، ماشي. دي مهمه جدا الري ايفالويشن. كل ما تقول ري ايفالويشن واي بي سي دي اي هتقول الكلمتين دول هتنجح في كورس الاي تي ال اس، وهتعرف في الحقيقه على ارض الواقع تتعامل مع عيانين التروما وتنجح معاهم انك تعديهم من الفتره الحرجه الاولانيه دي. الخطوة التانية detailed secondary survey، ودي برضو المفروض تتعمل في الرصاص في الطوارئ، ويبقى فيها re-evaluation ومعها adjuncts. طبعا الادجنكتس دي الحاجات اللي بنعملها جانبية مع البرايمري سيرفي والسكندري سيرفي. الخطوة التالتة بنري evaluate قبل ما ندخل نتكلم على الديفينيتيف كير او الترانسفير. ولما العيان بيتحجز جوه المستشفى بيبقى وحالته تستقر وبيعمل عملياته وحاجته، لما حالته بتستقر وبتبقى حاسس خلاص ان هو قرب يخلص او عرفنا عنده ايه بالظبط، بيتعمل له حاجه اسمها tertiary survey. دي بتتعمل، دي مش included في كورس الاي تي اس، بس بتتعمل في اغلب التروما سنترز في اليو كي، ويمكن في مستشفى في بلاد تانية كمان. يعني هما 3 خطوات بنتعامل بيهم مع في عيان التروما. تركيزي وتركيز كورس الاي تي اس بيبقى في الغالب على البرايمري سيرفي. preparation دي مهمه جدا. برايمري سيرفي، ري ايفالويشن دي تقولها في كل وقت. secondary survey موجود جزء في الاي اس عن secondary survey، بس اغلب الكورس اغلب الحاجات على البرايمري سيرفي. احنا بنتعامل مع الكيلرز بتاعت في العيان والادجنكتس. وبعد كده الديفينيتيف كير ده حوار تاني على حسب السبيشاليتيز، ولو في تروما تيم في المستشفى بيعمل العيان tertiary survey. preparation مهم جدا قوي 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 البريباريشن وانت بتاخد كورس الاي تي اس وانت بتتعامل مع عيان تروما، ماشي. اغلب المستشفيات بره مصر بتعمل فيها تروما كول. اعتقد هتلاقي في مستشفيات مصر بتعمل فيها تروما كول. المستشفيات اللي مش بتعمل فيها تروما كول وتنده التيم بتاع التروما، بيبقى في الغالب اصلا تيم التروما موجود في الاستقبال، ماشي. فبيبقى في تيم، ولازم بيبقى زي ما احنا شايفين هنا كل واحد بيبقى فيه رولز assigned لكل واحد في التيم ده، وبيبقى فيه تيم ليدر. طبعا لازم نلبس بي بي اي. حوار البي بي اي ده طبعا بقى حوار كبير قوي بعد موضوع الكورونا فيروس، او البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت. وانت في كورس الاي تي اس لازم تقول انا هلبس البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت. و
بتبقى عبارة عن اوفر هيد وماسك وفايزور وجاون وجوانتي واوفر شوز بس. في في حوار لما الكورونا فيروس بانديميك او الكوفيد بانديميك جت، بقى في هوت زونز في التروما، بقى في هوت زون لعينين سسبكتد ما انت مش عارف، فبتلبس فيهم يعني فول بي بي اي. انا مش هتكلم عن البي بي اي في البرزنتيشن دي. كل الناس عارفه ايه هي البي بي ايز، مش عارف، مش موضوعي. بس اغلب الناس دلوقتي بقت بتلبس فول بي بي اي في التعامل مع الميجور تروما. ماسكات اللي هي الاف اف بي 3 والعفريته اللي هي بيلبسوها دي والكلام ده، ماشي. فتروما كول يعني وانت في كورس بتقول انا هعمل تروما كول، هلبس بي بي اي، هجمع التيم، هاساين الرولز. البي بي اي هي ايه بتعملها وبتعملها في الحقيقه. يعني انا بتكلم كل الكلام اللي بقوله في الكورس وفي الحقيقه. بتموبلايز الريسورسز، سواء انت يعني بتكلم السي تي سكان تخليه يجهز، عايز الالترا ساوند ماشين تبقى معاك علشان تعمل فاست سكان تجيبها تخليها موجوده. بتبص على الاكويبمنت بتاعتك والميديكيشن بتاعتك، يعني التخدير بينزل يشوف العيان هيحتاج انتوبيشن ولا لا، الميديكيشن بتاعت الانتوبيشن معاه موجوده ولا لا، السكشن شغال ولا لا، المونيتور شغال ولا لا، البارس اوكسيمتر شغال ولا لا، جهاز ضغط شغال. كل الحاجات دي تبقى تشيكت والريسورس بتبقى موبلايزد. في بعض المستشفيات حتى كمان بتبقى عامله للعيان ده اسم اعتباري او خيالي ورقم مستشفى، يعني بيبقوا عاملين له زي اللي بنقول عليه في مصر اذن دخول كده قبل ما العيان بيجي، عشان الاسعاف بيبقى مكلمهم وعاملين له الحاجات دي ومجهزينها، بحيث اول ما يجي لما يطلب الاشاعات والحاجات دي يبقى معاهم الرقم ومعاهم الاسم ومعاهم كل حاجه. فالحاجات دي لازم تتعمل وبتاخد بروبر هاند اوفر، ماشي. النقط دي بتقولها في كورس الاي تي ال اس، يعني بتقول هعمل تروما كول، هلبس وبتلبسهم لو هم موجودين، وهتاساين رولز للتيم لو معاك تيم، هتقول ان انا هموبلايز الريسورسز، لازم تقولها وبتعملها في الحقيقه. يعني اي حاجه زي ما بقول بنعملها في الاي تي ال اس وبنعملها في الحقيقه. وبتشيك الاكويبمنت بتاعتك، ما انتش مش طالبه حد جاي والسكشن مش شغال او مش عارف الشيست درينز فين والحاجات دي. وبتاخد بروبر هاند اوفر. بروبر هاند اوفر اللي هو بيبقى المنظر ده اللي هو بنسميه ميست، اللي هو بتاخد من الباراميدكس، ماشي، او المسعفين، ميكانيزم اوف انجري اللي عنده حصل له ايه، الانجري السسبكتد هم شاكين في ايه، لان هم بيبقوا في الغالب فحصوا العيان او شافوا فيه ايه، والسيمتومز اللي عند العيان وهم عملوا له ايه، ماشي. لان هم ساعات بيعملوا تريتمنتس، يعني حطوا له كانيولا، ادوا له اكسجين ماسك. برضو في دول تانية بيكونوا حتى عملوا انتيوبيشن في مكان الحادثة، ويكونوا عملوا ثراكوستوميز، يكونوا بيركبوا كانيولاز، بيكونوا عملوا حاجات كتير قوي، ودلعان مورفين، ويعني بيكونوا عملوا تريتمنتس كتير للعيان. احنا بناخد الهاند اوفر بالطريقه المرتبه دي، اللي هي بطريقه ميست، ميكانيزم، انجري سسبكتد، سيمتومز اللي عند العيان، والتريتمنت اللي هم عملوه. دي الطريقه اللي بناخد بيها الهاند اوفر، ماشي. والوقت هتكلم على البرايمري سيرفي، ماشي، او السيكونس بتاع البرايورتيز اللي احنا بنتعامل بيها مع عيان التروما. طبعا هي اي بي سي دي اي، كلنا عارفين الكلام ده، عارفين ان هي اير واي، بريذنج، سيركوليشن، ديسابيليتي، اكسبوجر او انفايرمنت. كلنا عارفين الحكايه دي. وعارفين ان في التروما الموضوع مختلف شويه عن السي بي ار، او هو مختلف اصلا خالص عن السي بي ار. مش كومبريشن، هي سيركوليشن. والسي بي ار والكومبريشن بتاخد برايورتي شويه على الحاجات التانية، او الكلام بيتغير كل شويه. بس في التروما هي لسه A B C D E. تبدا بالاير واي، بتخش على البريذنج، سيركوليشن، ديسابيليتي، اكسبوجر، انفايرمنت. لو تلاحظوا البرزنتيشنز انا هعملها في سلسله الفيديوهات دي، بالسلايدز اللي فيها ممكن تاخدوا كل واحده فيها وتعمل كانها بوستر، ماشي. انا قاصد اعملها بالحكايه دي، وقاصد ان الموضوع يبقى ديزاين بطريقه تعلق في دماغكم وينفع تستخدموها بعد كده في حاجات تانية. طيب ليه اي بي سي دي؟ ماشي، يعني عشان سهله، عشان اي بي سي دي كده وخلاص، عشان الحروف ترتيبها كده يعني، ولا
الناس في بعض الناس بتقول what kills first needs to be addressed first، ودي حاجة حقيقية. يعني الاير واي هيموت قبل مشكلة البريذنج، هيموت قبل مشكلة السيركيليشن، هيموت قبل مشكلة في الديسابيليتي، هيموت قبل مشكلة في الاكسبوجر، يعني او في الانفايرمنت. يعني الحاجات دي هتموت بالترتيب ده. بس ليه هتموت بالترتيب ده؟ ماشي، هتموت بالترتيب ده عشان شايفين عندكم عندنا ده الجهاز الدوري او السيركلاتري سيستم، وهدفه الاساسي انه يوصل اكسجين ونيوترينتس وحاجات للبودي، للجسم كله، اللي هو بما فيه المخ. يعني معتبر اجهزه الجسم البني ادم بتخدم على المخ، يعني اللي هو لو تفكر فيها فلسفيا هي كده شويه، اللي هي بتخدم على الدي اللي هي الديسابيليتي هنا، اللي هي في الغالب حاجه ليها علاقه بالبرين، بالتروماتيك برين انجري. ماشي، بس مش هتعرف توصل حاجه للدي، ماشي، الا لو كان السيركوليشن شغاله. ماشي، و... ومش هتعرف السيركوليشن تاخد اكسجين او بيبقى فيها اكسجينيت بلاد الا لو كان في اكسشينج في البريذنج، يعني البي شغاله. والاكسجين اصلا مش هيدخل الا لو الاير واي بيتنت وشغال. عشان كده يعني انت هتحاول تعمل يعني حاجه في السيركوليشن وتوقف بريدنج مش عارف ايه، طب بس العيان الاير واي بتاعه مقفول، ماشي، هيجيب اكسجين منين؟ يعني حطيت فيه دم او منعت نزيف الدم بس مش داخله اكسجين، فالدم اللي بيتحرك في جسمه مش مهم، يعني مش مفيد. في نفس الوقت لو مفيش فنتيليشن او اكسشينج في اللنج، في البريذنج، ماشي، برضو الدم اللي بيسيركليت مش مفيد عشان يوصل للدي اللي هي البرين او ال او 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 مش بس البرين ده من اهم الاعضاء طبعا، بس الكيدنيز وبقيه التيشوز، يعني الجسم بتاع البني ادم مش هيوصل له الحاجه اللي هو محتاجها اكيوتلي الا لو الاير واي بيتنت، الاكسشينج والبريذنج شغال كويس، السيركليشن شغاله كويس. وبعد كده الديسابيليتي بنبدا بقى نفكر في البرين انجريز والاكسبوجر بقى للحاجات التانية والانفايرمنت بقى والهايبوثيرميا والكلام ده. ماشي، ده ليه اي بي سي دي ايه، ليه الترتيبه دي هي اهم حاجه، وهي ليه الحاجات بتكل فيرست. ماشي، ولازم احنا بنتعامل مع التروما بيشن كتيم، بس كتيم ليدر او كحد بروفايدر بياخد كورس الاي تي ال اس لازم يفكر بالترتيب ده. ماشي، يعني ممكن اقول اساين فلان هياخد كذا، فلان هياخد كذا، بس انا كتيم ليدر وحد بيكتب ورايا، بيبقى في تيمز بيبقى فيهم حد بيكتب، على فكره بيبقى في حد نيرس بتكتب وراهم هما بيعملوا ايه بالترتيب. الاير واي في 1 2 3 4، البريثنج في 1 2 3 4، السيركيليشن في 1 2 3 4، وبنعمل زي ما احنا بنقول اسسمنت ومانجمنت سمالتينيوسلي. تمام. طيب ازاي بقى اعمل الاي بي سي دي؟ السلايد دي مش موجوده في كتاب الاي تي ال اس. السلايد دي هي في رايي الخاص الاوبجكتيفز بتاعه كل مرحله من مراحل الاي بي سي دي. يعني انا حاططها في صوره اسئله، والاسئله دي لو جاوبت نفسك عليها في كل مرحله بطريقه واضحه هتعرف تنتقل للمرحله اللي بعدها ب يعني بامان سيفلي. ماشي. انا شفت ان هي بتجيب نتيجه هايله جدا في كورس الاي تي ال اس الكانديديتس، ويجيب نتيجه هايله جدا للناس برضو في الحياه الطبيعيه، يعني في الحياه العاديه بتجيب نتيجه هايله. يعني لو جبت على نفسك الاسئله دي في كل مرحله هتعدي سيفلي بالعيان. دي حاجه مختلفه خالص عن اللي موجود في كتاب الاي تي اس. في كتاب الاي تي اس بيقول لك انت بتعمل في الاير واي 1 2 3 4 5 6 7 8، في البريذنج 1 2 3 4 5 6 7، في السيركل نفس الحكايه. انما دي حاجه اوبجكتيف بيزد، او الكونسبت، او زي ما بيقولوا كده الزتونه بتاعت كل مرحله من مراحل الاي بي سي دي. في الاير واي لو سالت نفسك السؤال ده، الاير واي بيتنت وكلير ولا لا، وجاوبت عليه، وبعد كده السؤال التاني هل العيان ده محتاج definitive airway ولا لأ، وبعد كده في نفس الوقت considered السباين injuries، لو عملت الثلاث حاجات دول فانت هتعدي بالايرواي سيفلي. ماشي، يعني لو الايرواي patent وكلير خلاص، مش patent وكلير، طيب هل هيحتاج definitive airway؟ والسؤال ده غير السؤال ده، لان في عيانين بيحتاجوا definitive airway والايرواي بتاعهم patent وكلير،
ولازم تأدرس الديفينيتيف اير واي وانت في الايه العيان ده هيحتاج ديفينيتيف اير واي ولا لا. ماشي، ده الكونسبت. وفي نفس الوقت لازم تكونسيدر السباين انجري لو في suspicion of spine injury، يعني السباينال كورد موبيلايزيشن. ده هنيجي في الاموبيلايزيشن، هنيجي في في الفيديو ان شاء الله بتاع السباينال كورد، هنتكلم اللي هي suspect protect and then detect بعدين، اللي هي الثلاث كلمات دول. في البريدنج برضو بتسأل نفسك 3 أسئلة واضحة: في immediate life threatening injuries ولا لا؟ ده سؤال واضح جدا، يعني لازم تدور عليهم، يعني لازم تروح كده تدور على ال6 killers بتوع الشيست انجريز، ماشي، وتتعامل معاهم وتطمن انك اتعاملت مع اللي تقدر تتعامل معاه قبل ما تobtain chest x ray او CT scan، ان فيهم حاجات هتموت العيان دلوقتي، مفيش وقت تستنى اكس راي علشان تشخص تنشن نوموثوركس. ماشي، فده السؤال التاني: هل انا تعاملت مع الحاجات immediately لان هي immediate life threatening؟ الحاجه التانية لازم تكون عندك تشوف الساتوريشن، تبقى جايدد بالريسبيريشن بتاع العيان اللي هو الساتوريشن والاكس راي فاندنج. ما تنساش سيستماتيكالي تريفيو التشست اكس راي لما تيجي تعملها. ماشي، يعني دول ال3 اسئله كلهم بيدوروا حوالين الايميديت لايف ثريتنينج انجريز. تعاملت معاهم هتنتقل بامان للمرحله اللي بعد كده السي. برضو المرحله اللي بعد كده اللي هي السي بتتمحور حوالين الشوك. بتسال نفسك سؤال واضح: العيان ده الشوك ده ولا لا؟ ماشي، وبعد ما تسال نفسك السؤال ده تسال which type of shock. ما انت بقى لازم تكون عارف التايبس اوف شوك، فانهي نوع من انواع الشوك، وهتجاوب على نفسك وهتقول it is a hemorrhagic shock. يعني ده في الغالب العيان ده بينزف. عشان كده السؤال الثالث: العيان ده بينزف فين؟ ماشي، فبتدور في السي العيان بينزف فين، وبتتعامل مع النزيف. ماشي، وممكن تخش في اللوب ده وتقعد ما تلاقيش نزيف، ترجع تسأل نفسك السؤال ده تاني which of shock، وتروح مجاوب على نفسك تاني it's a hemorrhagic shock تاني حتى لو ما لقيتش نزيف، وتعمل ري اسسمنت وتدور على نزيف تاني. وبعد كده لو ما لقيتش نزيف ومتاكد خلاص ان مفيش نزيف، بترجع تكونسيدر other types of shock. ماشي، فالسي بتتمحور حوالين الحته دي اللي هي بتاعه الشوك. لا عند الشوك ولا لا، which type of shock it is hemorrhagic until proved otherwise. يبقى السؤال الثالث: البليدنج فين؟ بتجري تدور على البليدنج. ماشي، الدي اللي هي الديسابيليتي بتتمحور حوالين برضو حاجه واحده بس: التروماتيك برين انجري. تروماتيك برين انجري، فبتسال نفسك سؤال: is there a traumatic brain injury ولا لا؟ ماشي، وبعد كده هعمل ايه للبرايمري انسلت وهعمل ايه السكندري انسلت. يعني البرايمري انسلت اللي هو الحاجه اللي حصلت للبرين بالفعل، السكندري انسلت اللي هي الحاجه اللي ممكن تحصل نتيجه لحاجتين مهمين جدا اللي هما الهايبوكسيا والهايبوتنشن. انت كبرايمري بروفايدر مش نيورو سيرجن في الاي تي ال اس لازم تمنع الحاجتين دول اللي هو الهايبوكسيا والهايبوتنشن. بتمنعهم ازاي؟ ABCD اللي هي ABC، يعني بتبص على الاير واي بروتكتد، البريدنج كويس، اتعاملت مع الاميديت لايف ثريتنينج انجريز بتاعت التشست، عالجت الشوك، فانت كده بتتعامل مع السكندري برين انسلت. بعد كده في الاي بقى بتبص بقى في انجريز تانية: هل انت بريفنتك الهايبوثيرميا ولا لا؟ هل انت يعني considered الادجنكت زي التشست اكس راي، الانجي تيوب، القسطره، مش عارف الكلام ده كله ولا لا؟ وبعد كده عملت ري ايفالويشن ولا لا؟ دي الكونسبتس بتاعه الاي بي سي دي اي. لو جاوبت على نفسك على الاسئله دي، وانا اعملهم بطريقه سهله 3 في 5 15، لو جاوبت على الاسئله دي هتعدي بامان بالعيان من مرحله للتانيه. بيتنت كلير ولا لا؟ الاير واي محتاج ديفينيتيف اير واي ولا لا؟ انت في سسبشن سباين انجري ولا لا؟ وانت بروتكتنج ده ولا لا؟ والبي بتتمحور حوالين الاميديت لايف ثريتنينج انجريز. السي بتتمحور حوالين الشوك اللي هي في الغالب هيموراجيك. الدي بتتمحور حوالين التروماتيك برين انجري، وفي الغالب مش هقدر اعمل حاجه غير السكندري برين انسلت لو حاجه برايمري ومحتاجه immediate decompression ولا حاجه نيورو سيرجنز بيعرفوها. فلازم اكونسيدر برضو هعمل ايه في البرايمري برين انسلت. هيبقى في ترانسفير، هيبقى في ايرلي نيورو سيرجيكال ريفيرال والحاجات دي.
الاي بتتمحور حوالين الاذر انجريز والهايبوثيرميا والادجنكتس والري ايفالويشن. ماشي، ده الطريقه اللي بتفكر فيها مع عيان التروما، طريقه التفكير في عيان التروما، طريقه التفكير في كورس الاي تي ال اس. وانت في كورس الاي تي ال اس لو مشيت بالترتيب ده اي بي سي دي اي وجاوبت على الاسئله دي وعملت continuous re-evaluation مع ال change of patient condition او مع كل intervention بتعملها، مش هتفوت عيان. تمام. وفي الحقيقة برضو يعني وده اللي انا كنت عايز اقوله في الفيديو. الموضوع بمنتهى البساطة تاني، 3 ستيبس. اول ستيب فاب بريباريشن، وعرفنا هنبريبير ازاي. برايمري سيرفين اتكلمنا على الاي بي سي دي اي، واتكلمنا هي ايه وليه وازاي بنعملها ونفكر فيها ازاي. والري ايفالويشن قبل انتقال من كل مرحله للتانيه. الديتيلد سكندري سيرفي، ري ايفالويشن في السكندري، ادجنكتس بقى انكلودنج سي تي سكان والحاجات دي. وبعد كده ري ايفالويشن قبل ما اخش في المرحله الثالثه وافكر في الديفينيتيف كير ترانسفير والتيرشري سيرفي في المستشفيات اللي بتعمل كده وفي السيستمز اللي بتعمل كده. زي ما قلت لكم اتكلمنا ايه في الفيديو ده، الانيشال اسسمنت ان جنرال اللي هي الثلاث خطوات دول، وهنركز جدا طبعا على البرايمري سيرفي اللي هي بتادرس الكيلرز بتاع عيان التروما. وبعد كده عرفنا ايه هي الاي بي سي دي اي اللي هي في البرايمري سيرفي اللي هي جزء من الانيشال اسسمنت بتاع عيان التروما، وليه هي اي بي سي دي اي وازاي نعملها، الكونسبت اللي ورا الطريقه اللي بنعمل بيها الاي بي سي دي اي والاسئله اللي محتاجين نجاوب نفسنا عليها واحنا بنعمل الاي بي سي دي. متشكرين ليكم جدا، واستنوني في الفيديو الجاي هكلمكم على اول خطوه في الاي بي سي دي اللي هي الاي الاير واي. شكرا ليكم. لو شفتوا الفيديو مفيد اعملوا شير مع الناس واشتركوا في القناه. ولو عندكم اي اسئله او اي تعليقات طبعا ممكن تقولها لي في التعليقات، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله.